رابع حاجة إزاي تكتشف لو العربية كانت غرقانة. العربية اللي غرقت قبل كده بتبقى قنبلة موقوتة فعلا، لأن مشاكلها بتظهر بعدين، وده نتيجة إن المية بتكون طبقة أملاح على الأسلاك والوصلات الكهربائية بعد وقت، وده بيسبب عدم توصيل جيد للأجزاء الكهربائية باد كونتاكت، وبعد كده تبتدي تظهر المشاكل ورا بعض. عشان تكتشفها تابع معايا الخطوات الجاية. شم ريحة العربية، لو فيها ريحة رطوبة أو عفن يبقى غالبا العربية دي كانت غرقانة. لو لقيت معطر قوي ممكن يكونوا بيحاولوا يداروا الريحة دي. بص تحت الفرش، تحت الكراسي، وجوه الشنطة. افتح السجاد وبص على الأرضية. لو لقيت طين جاف أو آثار مية يبقى دي علامة إن العربية كانت غرقانة. شوف المسامير اللي تحت الكراسي، لو عليها صدأ غير طبيعي فده دليل إن المية وصلت ليها قبل كده. افحص الأسلاك تحت التابلو، لو لونها متغير أو عليها ترسبات يبقى العربية دخل لها مية. شوف الأنوار والأماكن المغلقة زي الشنطة، لو فيها آثار مية ناشفة فده علامة خطر. اختبر كل الكهرباء في العربية، النور، التابلو، الإزاز الكهرباء، إذا كله شغال طبيعي. وأخيرا راجع سجل العربية لو كان متاح.